مساء الورد. ان شاء الله اليوم رح اعمل معكم صينية بطاطا سهل كتير بريش اللحم. ممكن تقدموها لحالها، ممكن تقدموها مع الرز الابيض، كتير طيبة مع الرز. بنصحكم تجربوها. خلينا نشوف ايش مكوناتها. الكميات اكيد حسب الرغبة وحسب عدد افراد اسرتكم، حسب حاجتكم. انا هون عاملة حبتين بطاطا، حبة بصل كبيرة، حبتين بندورة لازم تكون لونها احمر ومستوي، نص حبة فلفل حلو وحبة فلفل حار. حطيت كمان 4 فصوص توم شرحتهم بهالشكل. هاي التوم والفلفل حسب الرغبة، في ناس ما بتحب، اللي بحب يحطها كتير لذيذة. معلقة كبيرة من رب البندورة. هاي اللحم أنا سلقيته ريش غنم، سلقيته ب3/4 استواء. وهي المرق تبع اللحم رح نحتاج منه كمان جزء. زيت زيتون. بهاراتنا هي ملح، فلفل أسود، كزبرة، دارسين أو قرفة مطحونة، رشة بابريكا ورشة كمون. أول شي رح نحط جميع البهارات على الخضار. بعديها رح نضيف زيت الزيتون ونخلطهم مع بعض كتير منيح لتتوزع البهارات بيناتهم. هاي بعد ما خلطتهم هيك شكلهم، أخذت جزء من مرق اللحم ودوبت فيه رب البندورة. هي هيك رتبت قطع اللحم. حاولوا رتبوهم بشكل منتظم، كل ما رتبتوهم بيعطوكم منظر أحلى. هلا راح أضيف المرق والصوص البندورة. حطيت عليها شوي فلفل أسود وشوي ملح من فوق. هلا فيكم تدخلوها بقلب الفرن، فيكم تحضروها على الغاز من فوق عادي، بتنجح على الجهتين. هي صينيتنا ما شاء الله صارت جاهزة، حمرناها لذيذة، بنصحكم تجربوها.